اكيد كلنا بنستخدم تشات جي بي تي، وده مش ضروري علشان هو احسن موديل موجود، ولكن علشان هو اكتر موديل فاهم دماغنا. وعلشان كده ان شاء الله احنا في الفيديو ده هنجرب نجنريت فيديوهات باحدث موديل موجود دلوقتي من بايت دانس، وهو سي دانس 2.5، وهي كمان باعلى كواليتي اللي هي فول اتش دي، بس من غير ما احنا اللي نكتب البرومبتس بنفسنا، وده عن طريق استخدامنا لتشات جي بي تي. احنا نستخدم تشات جي بي تي، او هقول لكم ازاي انا بستخدم تشات جي بي تي علشان اعرف اعمل فيديوهات بروفيشنال اقدر اطلعها من سي دانس 2.5. والفيديو ده بكل بساطه هو عباره عن الورك فلو بتاعي اللي انا بعمله علشان اعرف اطلع فيديوهات من غير ما اكتب برومبت 50 سطر. هشارك معاكم طريقتي وطريقه تفكيري، وانت خدها وغير فيها زي ما انت تحب. دي حاجه يعني هي ايه اب تو يو، يعني انت ممكن تضيف فيها اللي انت عايزه وممكن تشيل منها اللي انت عايزه، وكل طريقه استخدام بتختلف حسب نوعيه الفيديوهات اللي انت عايز تطلعها. المهم ان احنا النهارده هنجرب نجنريت الفيديوهات دي بجوده 1080، ولو انتم مش عارفين فسي دانس 2.5 كان اخره 720 لحد ما نزل فيه تحديث بيخليه بيدعم لحد 1080، والتحديث ده دلوقتي موجود حصريا على هيجز فيلد لحد يوم الاثنين اللي هو النهارده تقريبا من وقت ما انت بتشوف الفيديو ده. فلو انت عندك اشتراك في هيجز فيلد هتلاقي نفس الكواليتي اللي انا بستخدمها في الفيديو ده موجوده عندك انت كمان. وبس كده، اسف لو كنت طولت عليكم، وخلينا نبدا. طيب زي ما انتم شايفين ده كده المتصفح بتاعي. اول تاب انا هفتحها وهي تشات جي بي تي بالمنظر ده كده، وبالمناسبه انا بستخدم النسخه الفري تماما من تشات جي بي تي، مش مشترك في اي نسخه. لو انت مشترك فهتقدر تستخدم موديلز احسن، ولكن لو انت مش مشترك هتاخد نفس الورك فلو عادي اللي انا باخده دلوقتي. وتاني تاب معانا وهي هيجز فيلد، زي ما انتم شايفين ده كده هيجز فيلد، وانا هبقى اسيب لكم الرابط يعني اللي هو بتاع الموديل نفسه تحت في الوصف. طيب خلينا نروح لتشات جي بي تي في الاول، لان هو اول حاجه احنا هنبدا نستخدمها. لو كنت شفت فيديو قبل كده كنت بستخدم فيه كلود، كنت بقول بدل ما احنا نقول للاي اي موديل او نقول للشات بقى ذات نفسه اعمل لي فيديو عن 1 2 3، اعمل لي فيديو عن واحد ماشي في الشارع، او اديني برومبت الفيديو لواحد ماشي في الشارع، هو كده كده هيديك برومبت، ولكن هو مش هيديك احسن برومبت فهمك انت كشخص انت عايز ايه بالظبط. علشان كده احنا محتاجين نهيئ الشات ده او نعمل له كونفيجريت، نقول له ايه اللي احنا محتاجين نعمله بالظبط، وبعد كده في تاني خطوه او ثالث خطوه نبدا نقول له على اللي احنا عايزين نعمله بكل بساطه في سطر او سطرين، وهو من الكلام اللي انت قلته له في الاول وهو خلاص بقى فاهمك دلوقتي هيطلع لك برومبت زي ما انت عايز بالظبط. زي ما انتم شايفين ده كده اول برومبت احنا المفروض نكتبه للاي اي. انا بقول له في الشات ده انا عايزك تساعدني اعمل فيديوهات بالاي اي، وبعد كده بقول له انا بستخدم هيجز فيلد وبعمل الفيديوهات دي باستخدام موديل سي دانس 2.5. اي حاجه هطلبها منك عايزك تعمل ليها برومبت احترافي، وبعد كده بقول له اي برومبت هتعمله تاكد ان هو يكون موضح كل تفاصيل المشهد بكل دقه علشان ناخد نتيجه زي اللي عايزين نعملها بالظبط. ولو في اي تفاصيل ناقصه لما اكتب لك اللي عايزه ممكن تسالني اسئله وانا هجاوبك عليها عادي، وممكن تبدا بعدها. فانا دلوقتي مديله برومبت بالنسبه لناس كتير بسيط، ولكن انا بهيئه للي انا عايز اعمله. انا بقول له ايه اللي انا عايز اعمله وايه الادوات اللي انا هستخدمها، هيجز فيلد وسي دانس، وبعد كده بقول له ان اي حاجه انا عايزك تعملها يبقى فيها دقه في النتيجه بتاعتها. وبقول له لو عندك اي سؤال بخصوص اي حاجه ممكن تسالني وانا هجاوبك على السؤال ده، بحيث ان انت تطلع حاجه زي اللي انا عايزها بالظبط. فبعد ما كتبنا البرومبت بتاعنا زي ما انتم شايفين هضغط على ارسال السؤال. هو دلوقتي ايه خلاص بيقول لي تمام اتفقنا، من هنا ورايح اي حاجه تطلبها في الشات ده هتعامل معاها على انها برومبت لسي دانس 2.5 داخل هيجز فيلد. بص بقى هو عامل ايه كمان، يعني هو ما شاء الله شاطر. يعني هو هنا بيقول لك انا هوضح السبجكت والكاركتر والانفايرمنت والكاميرا والسبجكت موفمنت واللايتنج والكومبوزيشن والفيجوال ستايل والموشن والفيزيكس والتايمنج والكونتينيوتي والنيجاتيف كونسترينز، او الحاجات اللي هي بتقول للموديل فيها دونت مش عارف شو كذا، دونت مش عارف ميك ات انريالستيك، دونت ميك ات مش عارف كرتون ستايل، الكلام ده كله. دلوقتي هو بقى معانا في نفس الحاجه اللي احنا فيها دلوقتي. احنا هنبدا نبيلد برومبتس مع بعض. فلو جينا بصينا على فكره مثلا زي ان انا عايز اعمل 3 مشاهد ليا. اول مشهد انا قاعد مثلا شغال قدام اللابتوب، بعد كده بسمع صوت بره في الشقه مثلا اللي انا قاعد فيها، وبعد كده مشهد ليا وانا بفتح الباب وبتمشى وانا ماسك فلاش الموبايل بشوف الصوت ده جاي منين، وثالث مشهد مثلا وانا ببص كده بالفلاش على جنب بكتشف ان القطه مثلا كانت بتاكل مثلا يعني. فلو جينا نشوف اول حاجه هنا انا بقول له عليها، بقول له انا ببني مشهد مكون من 3 اي اي جنريشنز، بديله معلومه، ده اول واحد منهم ودي تاني معلومه. بعد كده بطلب منه بقول له عايزك تعمل لقطه ليا وانا قاعد في اوضتي شغال على الماك بتاعي والاوضه ضلمه، فجاه بسمع خبط بره الاوضه وابص على جنب، بعدها بقوم بهدوء اشوف في ايه، وبقول له عايزك تطلعني كاني ممثل محترف، على اساس ان الموضوع نفسه يبقى فيه اكتنج. يعني مثلا ما ابقاش قاعد فجاه اسمع صوت واقوم امشي على طول، لا انا عايز الكلام ده يبان في الفيشل اكسبريشنز بتاعتي او تعبيرات وشي ذات نفسها. واخر حاجه بقول له ان ريفرنس وشي هو ايمج 1. ولو انت مش فاهم دي فانت في هيجز فيلد او اي اي موديل عموما ممكن تمنشن ريفرنس، فانا هديله وشي كريفرنس وهو هيستخدم وشي ده في اللقطه اللي هو هيطلعها. دلوقتي ممكن نبعت له السؤال وخلاص. دلوقتي هو فاهم، هو بيقول بما ان ده اول جنريشن من مشهد مكون من 3 اجزاء فالاهم اننا نخلي الحركه هاديه وطبيعيه ونبني التوتر تدريجيا. اذا هنا هو فاهم من غير ما نستبق الاحداث. وبعد كده بيقول هثبت هويتك وملامحك من ايمج 1 وهخلي الاداء تمثيلي مش مبالغ فيه. اذا هنا هو فهمني. تعالوا بقى ايه نشوف البرومبت اللي هو عمله. زي ما انتم شايفين ده كده كل ده برومبت هو كاتبه
جميل. انا مش هفضل ابص عليه يعني زي ما هو، ولكن ممكن ناخده كده نبعته. وهنيجي بقى على تاني خطوه معانا وهي خطوه هيجسفيلد. واحنا واقفين هنا هنيجي عند سينما ستوديو وهنعمل بروجكت جديد مثلا نسميه شورت فيلم. وفي الشورت فيلم ده هعمل بيست للبرومت بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وهاجي هنا هبدا ابص على شويه حاجات. اول حاجه وهي المنشن اللي احنا عاملينه. المنشن اللي احنا عاملينه ده اللي هو ايمج 1 هو لونه احمر، وده علشان احنا نقدر من هنا نضغط على المنشن ونختار الريفرنس بتاعنا. لو انت عندك صوره عايز تحطها تعالى هنا عند ريفرنسز وحط الصوره اللي انت عايزها. تعالوا مثلا نحط الكاركتر شيت بتاعنا اللي هو ده، تمام، ونمنشن الايمج بتاعتنا اللي هي دي. فبالتالي لو جينا بصينا على المنشن ده دلوقتي بقى موجود في الكاركتر شيت. ولو نزلنا تحت شويه هنلاقي كمان ان تاني منشن فين هو ده اهو بقى كمان لونه اخضر. فبالتالي هو دلوقتي عارف ان ده الريفرنس بتاع الكاركتر شيت. تعالوا بقى نظبط شويه حاجات تانية زي الموديل مثلا اللي احنا هنستخدمه. احنا في المره دي هنستخدم سيدانس 2.5 والابعاد بتاعتنا هتبقى 16 الى 9 اللي هي ابعاد اليوتيوب، والكواليتي بتاعتنا هتبقى على 1080. سيدانس 2.5 دلوقتي بقى فيه 1080، ولو انت مستغرب ما تستغربش لان هو كان اخر 720 لما نزل، دلوقتي بقى فيه 1080 بس موجوده يعني جوه هيجسفيلد. فلو انت مشترك في هيجسفيلد هتلاقي ال 1080 دي هي عندك بالظبط. بعد كده بالنسبه لمده اللقطه تعالوا مثلا نخليها على 13 ثانيه بالمنظر ده. عايزين كام فيديو؟ انا هقول فيديو واحد بس، مش محتاجين نطلع اكتر من كده. والبيت ريت بتاعي هخليه على هاي علشان ناخد صوره كويسه. واخر حاجه الصوت اون ولا اوف؟ انا هخليه اون مفيش اي مشكله. واخر حاجه علشان احنا غيرنا الموديل دلوقتي البرومت اتمسح فخلينا نعمله بيست مره كمان. وتعالوا نختار الكاركتر شيت بتاعنا مره كمان، وتعالوا نختار الريفرنس بتاعنا اللي هو الكاركتر شيت. هنلاقي ان كل حاجه كده ايه اتحطت، البرومت والاعدادات وكل حاجه جاهزه. تعالوا نضغط على جنريت وزي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيبدا يجنريت الفيديو بتاعنا. طب هو دلوقتي خلص. لو جينا نشوف مع بعض اوكي ماشي. انا بس خليني ايه اعلي الصوت عشان اسمع. ماشي يعني هو حد خبط عليا في الاوضه بس تمام ماشي. انا هقول له الصوت في الفيديو كان عباره عن خبطه باب. فهو دلوقتي طلع المشهد متعدل. تعالوا بقى ناخده كده زي ما هو ونجنريت نفس المشهد ده بكل الحاجات بتاعته هو ونفس المنشنز كلها اهي مظبوطه. تعالوا نضغط على جنريت، وعلى ما يجنريت بقى التاني تعالوا نديله التاني برومت بتاع التاني لقطه بقى احنا عايزينها. طب بالنسبه لتاني لقطه فانا بقول له عايزك تعمل لقطه للباب بتاع الاوضه وانا بفتحه بطلع من الاوضه وبمشي في الطرقه وهي ضلمه وانا ماسك كشاف الموبايل وببص حواليا وبدور. ودي بقول له ان انا عايزها وان شوت علشان ما يبقاش فيها قطعات. وبعد كده بقول له ريفرنس وشي وبدي له طبعا الريفرنس او البليس هولدر بتاع الريفرنس وهضغط على ارسال السؤال. هو دلوقتي بيقول لي تمام. وهنا مهم جدا ان اللقطه تبقى متصله منطقيا من الجنريشن الاولى. فهو هنا كويس انه فاهم، يعني دي حاجه كويسه قوي فكره ان هو فاهم ان دي لقطه تانية من اللقطه الاولى. اذا هو هياخد في الاعتبارات كل الحاجات اللي طلعت في الاول وبناء عليها هيطلع البرومت التاني اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طب هو دلوقتي خلص تاني فيديو. لو جينا نشوفه مع بعض اوكي عمل نفس الحاجه بس اكتنج، يعني اكتنج وايز ده احسن لان انا هنا ما انفعلتش، انا بس بصيت كده على جنب. اهم حاجه ان هو طلع شبهي غير كده انا تمام يعني. تعالوا بقى ناخد البرومت التاني اللي هو ده ونحطه مكان الاولاني. خلينا بس اتاكد ان نفس الكاركتر شيت معمول له منشن ونضغط على جنريت بنفس المده وبنفس كل الاعدادات. طب زي ما انتم شايفين هو دلوقتي خلاص خلص. لو جينا نشوف دي كده اللقطه بتاعتنا. اوكي يعني هو هنا في مشكله في مسكه الاوكرا بس اتس اوكي يعني بالنسبه للمشهد عموما شغال. ملامحي تمام مظبوطه. بعد كده خلينا نروح لاخر برومت معانا وهو ان انا بقول له عايزك تعمل لقطه وانا ماشي بنفس الشكل بس من زاويه كاميرا تانية بعيده. واثناء ما انا ماشي وبدور بوجه الفلاش بتاع الموبايل على جنب واكتشف ان كان في قطه يعني هي اللي بتاكل على جنب. وبعد كده مديله الريفرنس بتاع وشي. وزي ما انتم شايفين ده كده البرومت الثالث اللي هو طلعه معانا. هو لسه بيكتبه. اوكي خلينا ناخد ده كوبي ونيجي هنا نشيل كل اللي فات ونحط الجديد بتاعنا
ونتاكد ايه ان هو نفس المنشن معمول على الكاركتر شيت. بعد كده ممكن نخلي ده مثلا مدته 15 ثانيه ونضغط على جنريت ونستنى النتيجه اللي هتطلع معانا. من الحاجات الجميله في الموديل الجديد اللي هو سيدانس 2.5 ان انت ممكن تعمل لقطه مدتها 30 ثانيه. فتعالوا نعمل حاجه، وهي ان احنا نروح تاني للتشات جي بي تي ونقول له ادينا برومبت كامل تمام للفيديو او للستوري كلها في ال 30 ثانيه. خلينا نضغط على ارسال السؤال، وزي ما انتم شايفين دلوقتي هو طلع برومبت يعني ايه مفصل بقى كل حاجه من اول الثانيه 0 لحد 4 ايه اللي بيحصل، بعد كده من 4 ل7، بعد كده كل التفاصيل اللي انتم شايفينها دي ده كله برومبت واحد. فتعالوا ناخد البرومبت ده اللي طلع تمام ونيجي هنا ونحطه بالمنظر ده كده. هو هنا كل حاجه معمول لها منشن تمام زي الفل، بس هنخلي طبعا المده بتاعه الفيديو 30 ثانيه. وتعالوا نعمل جنريت ونشوف النتيجه اللي هتطلع معانا هتبقى عامله ازاي. هو هياخد 270 كريدت، فخلينا نشوف نتيجه اخر مشهد وحده وخلينا نشوف لما يطلع فيديو كامل هيبقى عامل ازاي. طيب زي ما انتم شايفين هو دلوقتي خلص ثالث مشهد اللي هو الجزء يعني من الشورت فيلم او الشورت كليب اللي احنا عاملينه، وكمان عمل المشهد ال 30 ثانيه. فتعالوا نشوف اول حاجه وهو المشهد ده اللي هو الجزء الاخير. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف ال 30 ثانيه اللي عملهم. يعني من الحاجات الحلوه في سيدانس 2.5 ان هو بيقدر يعمل فيديو لحد 30 ثانيه. تعالوا نشوف هو طلع ايه بالظبط، وانا متحمس بصراحه. ماشي ماشي اوكي Oh, it was just the cat. تمام ماشي، ده اللي هو انا يعني اللي بقول كده ماشي قشطه. بس لو جينا نشوفه مره كمان ماشي. هو دلوقتي المشهد ده جميل وعاجبني الاديتنج، يعني هو بيأديت حلو. يعني هو هنا قطع وانا ايه الباب بيخبط وانا ببص بشوف بقى مين اللي بيخبط، بعد كده بصيت على جنب كده ايه بيقطع بالظبط وانا بقوم من على الكرسي، وانا بفتح الباب اعمل بقى ايه قطعه بس ما بينيش وانا بفتحه من الناحيه التانيه، بينه وانا اطلع الفلاش. ماشي جميل ماشيه حلو. بعد كده في اللونج شوت هنا مفيش قطط، ودي بقى ايه ممكن تبقى ثغره. نرجع تاني كلوز هنا نبص نكتشف ان هي قطه. هي ماشي القطه حقيقيه والممر ده حقيقي وكله تمام وشكلي تمام زي الفل. فانت واخد بالك يعني انا بتكلم في ايه. كات عليا انا. Oh, it was just the cat. ماشي جميل، يعني انا حتى نفس شكلي كده وانا مبتسم. ماشي وبس. ده كده كان بالنسبه للفيديو ده. انا وريتكم في الفيديو ده الورك فلو بتاعي وانا بستخدم الشات جي بي تي علشان يطلع لي برومبتس انا اقدر استخدمها بان انا اطلع فيديوهات وكده. طبعا هسيب لكم رابط هيجسفيلد الموديل تحديدا بتاع سيدانس 2.5 تحت في الوصف، ممكن تدخلوا وتشوفوه. وزي ما قلت ال 1080 دي اكسكلوسيف بس عندهم، فلو انت حابب تجرب يعني او لو انت مشترك ممكن تبقى تدخل تشوفها. ولو عندكم اي افكار تانية حابين ان احنا نتكلم عنها ممكن تكتبوا لي تحت في كومنت. واخيرا لو الفيديو عجبك فما تنساش تعمل لايك وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.